الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد بيسأل عن مشروعية قول آمين عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة. مشروعية قول آمين هي من سنن الحبيب صلى الله تبارك وتعالى عليه، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة فعلى المأموم أن يؤمن على دعائه، لأن قول الإمام في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. ولما كان هذا دعاء وقع عنده وعليه التأمين، أن يقول الإمام والمأموم آمين. وكلمة آمين معناها استجب، وهي موجودة في الشرائع السابقة، ولكن عندنا كمسلمين أن المسلم إذا قال آمين خلف الإمام في الصلاة ووافق تأمينه تأمين الملائكة كانت له الجائزة، كما جاء فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي قال هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوله وحي. إذن ثمرة قول آمين خلف الإمام في الصلاة إذا وافق تأمين المأموم وأيضا تأمين الإمام تأمين الملائكة، غفر للمسلم ما تقدم من ذنبه. وقال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: ومعنى آمين عند العلماء استجب لنا دعاءنا، استجب لنا دعاءنا. ومن هنا جوز البعض أن يسبق قول آمين اللهم، وأن يلحق بقول آمين يا ربنا، أي آمين يا ربنا، أي استجب لنا يا ربنا. وأخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن اليهود قوم حسد، وهم يحسدوننا على السلام وعلى آمين، وعلى آمين أي على قول آمين. وآمين تقال عند سماع الفاتحة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني إذا قرأت الفاتحة على مسلم أو على جماعة خارج الصلاة
كان عليهم أن يؤمنوا أن يقولوا إن كانوا جماعة آمين، أي استجب لنا يا ربنا. وكما ذكر الحافظ ابن عبد البر فإن زاد قبلها، يعني قال اللهم آمين، أو بعدها فقال آمين يا ربنا، فإن الأمر فيه سعة. ونقل أيضا أن كثيرا من أهل العلم كانوا يقولون هذا، أي يقولون اللهم آمين أو آمين يا ربنا، ولم ينكر أحد عليهم، لم يأتي أحد بحجة تبطل قولهم في الزيادة على آمين، سواء كانت الزيادة قبل آمين أو بعدها. والإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن في آمين لغتين، المد والقصر، أي آمين بمد، آمين قصر. وقال والمد أفصح من القصر، وأيضا كلاهما جائز، المد والقصر، المد جائز والقصر جائز. والميم مخففة كما قال السادة العلماء، لأنها تكون على خلاف ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين يعني تؤمون المسجد الحرام، يعني تستقبلون الكعبة، فهنا بالتشديد. أما كلمة آمين عند سماع الفاتحة وفي نهايتها تكون الميم مخففة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.